ده اسلوبي كنت بعمله، كنت بحفظ الكلمات بسرعه جدا. في سنتي كنت بسمع انجليشاوي، اللي هو بص كنت بسمع الحل، انا كنت بسمع الحل بتاعه، كان بصراحه بيفيدني جدا جدا. رقم اتنين، انا دلوقتي ما بعرفش اصلا اكون جمله في الانجليزي، يعني ما بعرفش اكون جمله، ما بعرفش احل، يعني انا بحس اصلا ان انا بختار الكلمات اللي في قلب الدرس وخلاص، وانا مش فاهم اصلا السؤال بيتكلم عن ايه. اول حاجه، انتوا عندكم مشكله في الكلمات. دلوقتي لو انا جبت منكم 10 اشخاص وسالت 9 منهم انتوا عندكم مشكله ايه في الانجليزي، 9 منكم هيقولوا لي الكلمات، واحد بس هيقول لي مشكله تانية خالص. تمام؟ فاحنا دلوقتي عندنا مشكله في الكلمات. طيب انا عارف ان انت داخل الفيديو دوت ومنتظر حل ويخليك تحفظ الكلمات بسرعه باذن الله. طيب صلى على النبي، انا باذن الله هديك حل، بس إن السرعه دي، يعني ان انت تيجي تلاقي حل وتحفظ بسرعه، ده مش هتلاقيه اصلا ومش هيتناسب مع شخصيتك. ليه؟ صلى على النبي. اولا كده عشان يعني انت دلوقتي عايز تحفظ، تمام؟ فدلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها الحفظ. الحفظ ده عشان تحقق الحفظ بسرعه دي، مهما تسمع فيديوهات كده هبقى انا بكذب عليك لو انت لقيت حفظ بسرعه، لان 95% من البشر ناس عاديه. يعني ايه ناس عاديه؟ يعني الحفظ بتاعهم بيحتاج وقت. تمام؟ طب الحفظ بسرعه ده عشان ما ياخدش وقت معانا محتاجين ايه؟ اولا كده محتاج حياه صحيه بنسبه 100%، يعني نومك يبقى كويس. تمام؟ تنام مثلا في الفتره اللي هي من 11 مثلا لحد الفجر. اكيد انت مش بتنام كده، يعني في الغالب انت مش بتنام كده. رقم اتنين، لازم تبقى في رياضه في يومك. يعني تفهمني، يعني انا كلامي ده مش كلام كده وخلاص، والله الكلام ده يعني مثبت علميا ان الرياضه دي بتفرق جدا 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 في ان استيعاب الشخص للمعلومه وقدرته على استيعابها وتحصيلها بسرعه. انت النوم كده كده عندك بايظ، انت بتسهر اصلا عشان تخلص اللي وراك. رقم اتنين الرياضه. تمام؟ رقم ثلاثة الأكل الصحي. أصلا أنت بتاكل أي حاجة، أنت أصلا ممكن تكون بتنسى، أنت يعني تنسى أنت هتاكل إمتى، أو بتنسى أكلك. في ناس بتاكل بكميات كبيرة وفي ناس أصلا بتنسى تاكل، يعني تفهمني؟ مفيش توازن. فأنت عشان أقول لك بقى غير اللايف ستايل، يعني اعمل لايف ستايل جديد لحياتك. أنت أصلا يعني أنت إيه ده؟ أنت داخل فيديو تحفظ كلمات إنجليزي ولا داخل تعدل حياتك؟ لا. طيب فاحنا دلوقتي، طب ايه الحل برضو؟ يعني دلوقتي ايه الحل؟ صلى على النبي. اولا كده دلوقتي لو انا قلت لك دلوقتي انت الكلمات دي بتقعد عليها كام ساعه في اليوم، هتقول لي بقعد عليها ساعه واحده. طيب ما طبيعي الساعه الواحده دي مش هتقدر تكفي لانك تحفظ الكلمات دي كلها. طب اقعد عليها قد ايه؟ اقعد عليها 3 ساعات عادي. لقيت انت بتتحفظ في 3 ساعات، اقعد عليها 3 ساعات. ما هو انت حاجه انت ضعيف فيها فتقعد فيها وقت كبير. ده انا بتكلم دلوقتي على روتين شخص في ثانويه عامه، انا مش هقول لك غير حياتك. تمام؟ انت لو عرفت تعمل الحاجات اللي انا قلتها لك من شويه دي، هتلاقي نفسك بتحفظ بسرعه كده كده، مش هيبقى عندك مشكله اصلا وتخش الفيديو ده. يعني لو عرفت تعمل الحاجات دي اعملها. لكن انت دلوقتي انت شخص ثانويه عامه، فانت عندك ضغط ودروس وحاجات كتير قوي، بلس التليفون اللي بيشتتك دوت. فاحنا برضو دي مشكله ثالثه، يعني دي مشكله رابعه انت بتاثر عليك. فدلوقتي انا دلوقتي عايز الخلاصه، معايا شويه كلمات عايز احفظهم. اعمل ايه؟ دلوقتي انت قعدت عليهم ساعه حفظتهم، تمام؟ جيت تاني يوم لقيت نفسك ناسيهم. طب ما طبيعي، لان انت حفظت بسرعه، الساعه دي لا تكفي لل 30 كلمه اللي انت حفظتهم. ماشي؟ ده اول نقطه. فانت الكلمات هعمل فيها ايه عشان احفظها؟ اقعد عليها وقت كتير. طيب انا مش هقدر وبمل بسرعه وبزهق بسرعه من اني اقعد على الكلمات وقت كبير. اعمل ايه؟ هقول لك، صلى على النبي. احنا دلوقتي المفروض نقعد عليهم 3 ساعات، هتقسم الثلاث ساعات دول على اليوم. يعني ايه؟ يعني مثلا الصبح انا حفظت الكلمات دي 30، يعني حفظتهم بتركيز، ولازم اول مره تحفظ فيها بتركيز واتقان شديد قوي. انا قلت لك اهو، اول مره دايما انا ده اسلوبي كنت بعمله، كنت بحفظ الكلمات بسرعه جدا. تمام؟ مش بسرعه جدا، انا اقصد يعني الكلمات كنت بحفظها باتقان، بس كنت باخد وقت. فاول مره كنت لازم احفظ يعني باتقان شديد قوي. المره اللي بعدها بقى مثلا، وليكن مثلا انا قعدت ساعه عليهم الصبح، فمثلا باجي على اخر اليوم اراجع تاني. يعني لو انت قدرت تراجع 3 مرات في اليوم ده كويس جدا، كويس جدا جدا كمان. بس انا بقول لك اهو، اضعف الايمان ان انت هتذاكر مره مثلا الصبح وليكن، يعني اخر اليوم تراجع عليهم تاني. فهمت؟ فانت كده عقلك خد مساحه بين الساعتين عشان اولا عقلك يرتب المعلومه، رقم اتنين جيب بعدها بفتره عقلك شاف نفس المعلومه تاني. فانت كده بتعمل حاجه اسمها التكرار المتباعد. انت معايا ولا مش معايا؟ يعني في مسافه بين حفظك للكلمات. تمام؟ ده انت كده حفظت مرتين في يوم واحد. ومره قبل ما تروح الدرس لازم تراجع برضه قبل ما تروح للدرس. طيب انا برضه بحفظ وبتقن الكلمات قوي وبرضه ما بعرفش احل، يعني انا بحس اصلا ان انا بختار الكلمات اللي في قلب الدرس وخلاص، وانا مش فاهم اصلا السؤال بيتكلم عن ايه. طيب هقول لك الاسلوب اللي انا كنت بستخدمه وخلاني مره في الثانيه اتطورت في قلب الحل. انا كنت بعمل ايه؟ انا دلوقتي صلى على النبي،
انت دلوقتي مش فاهم اصلا السؤال بيتكلم عن ايه. يعني ايه؟ يعني السؤال مثلا وليكن محمد بلاي فوتبول مثلا نقط كذا ان يسترداي، ماشي؟ فالمهم دلوقتي انت مش فاهم الجمله، نفترض انت مش فاهم، يعني نفترض طيب انت السؤال ده فيه بعض المصطلحات، بعض المصطلحات انت مش فاهمها. ما هو لو انت فهمتها تعرف تحل، وهتفهم انت ليه مختار الاختيار ده للاجابه دي، تمام؟ مش مختار الكلمات كده وخلاص، تمام؟ انت الكلمات دي مش عارفها. طب انا كنت بعمل ايه؟ انا كنت مجهز كشكول لكلمات الاسئله نفسها. يعني السؤال انا كده حفظت كلمات الدرس وليكن 50 كلمه، وليكن 50 كلمه، مع ان ده رقم كبير قوي بس 50 كلمه، تمام؟ وحفظتهم كويس وانا بحفظ كويس، بس الاسئله نفسها فيها كلمات، فكنت عامل كشكول للكلمات اللي انا بطلعها من الاسئله. يعني ايه؟ انا مثلا قرات سؤال طلع لي فيه كلمتين مش عارفهم، تمام؟ ولو فهمتهم هفهم السؤال بيتكلم عن ايه وهختار وانا فاهم. فكنت خلاص مثلا القصه معناها ستوري، وجات لي في قلب كلمه مثلا كلمه ستوري، اروح عامل صف كده مثلا في الكشكول بتاعي واكتب ستوري معناها قصه. طب انا بعرف معناها منين؟ تلاقي هتنزل برنامج جوجل ترانسليت من على جوجل بلاي، هتروح كاتب كده جوجل ترانسليت، وتقريبا هحط لكم صورته في قلب في اي منطقه هنا يعني. ده انا كنت بستخدمه في ثانويه عامه. كنت مثلا الكلمه مش عارفها اروح كاتبها ويطلع لي يعني معناها بالعربي، وبعد كده بكتب يعني ايه يعني معناها. خلاص تمام، انت اكيد فهمت يعني. وطبعا طب انا لو مثلا مش عارف اقرا الكلمه، هو طبعا البرنامج نفسه فيه نطق، يعني انت معايا؟ فطبعا البرنامج مش هيشتتك، وهتلاقي نفسك بتنجز فيه كتير قوي. يعني هو دوت اول ما تفتحه هتلاقي كده بيقول لك ترجم، اكتب الجمله وخلاص. ما في تشتيت زي باقي البرامج التانيه، ولا في اعلانات ولا في الكلام ده. خلاص. طيب دي حلنا مشكله الكلمات، قلت لك اهو لازم تقعد عليها وقت كبير. رقم 2 عشان تطور نفسك في الكلمات، تعمل كشكول للكلمات الجديده. الكلمات دي بتطلع منين؟ من الاسئله. مره في الثانيه هيبقى عندك حصيله لغويه كبيره جدا. انت اصلا لو رحت شفت اي حد ينصحك في الانجليزي يقول لك انت لازم عندك حصيله لغويه. طب انا هجيب الحصيله اللغويه دي منين؟ ما هو انت يا ابني مره في الثانيه هيبقى عندك حصيله لغويه. انت عايز من يوم وليله يبقى معاك حصيله لغويه؟ يعني انت مش، ما ينفعش من يومين يبقى معاك حصيله لغويه. يعني النهارده وبكره خلاص كده انا حفظت الكلمات كده انا عندي حصيله لغويه. الحصيله اللغويه دي بادئه من اصلا من كي جي 1، اللي هو انت بتحفظ كلمات من ثالثه اعدادي. انت متخيل ان انت لو كنت شاطر جدا في ثالثه اعدادي ممكن ده يفرق معاك اصلا؟ لو حافظ كلمات كتير في ثالثه اعدادي ده يفرق معاك في ثالثه ثانوي. والله بجد، اصلا انجليزي لغه، انت لو فهمت السؤال 80% من حلك للسؤال اصلا انت تفهم اصلا بيتكلم عن ايه. دي كلها اصلا جمل عبيطه. يعني انت معايا؟ فهمت السياق، فهمت عرفت تترجم. طب هعرف اترجم ازاي؟ لما يكون عندي المعلومه، تمام؟ طيب في طريقه تانية بقى. خلاص يبقى احنا كده حلينا مشكله الكلمات، ان انت يبقى عندك حصيله لغويه كبيره. طب انا دلوقتي مش عارف احفظ، يعني مش عارف احفظ الكلمه نفسها، اصلا الكلمه نفسها صعبه. حاول دايما تغنيها. يعني انا دايما كنت بستخدم اللي هو الايه، الاسلوب ان انا اغني الجمله، اخليها على كذا مقطع واغنيها، تمام؟ افضل اغني بقى. بص، اعمل دماغك دايما بيفتكر اللحن، تمام؟ طبعا يعني ما تدخلش حوار الاغاني عشان حرام، بس بكلمك في نقطه ان احنا عايزين نحفظ الكلمه دي. هو الماده دي كده رخمه، احنا عايزين نحفظها بايه؟ نحفظها بحط مثلا اغنيه مثلا وانت يعني لحن، اي لحن انت عارفه بقى، ماشي؟ مثلا سمي اخواتك في البيت بالكلمه، فاهمني؟ روح مثلا يعني حاول تشرح لحد مثلا وليكن اي حد وهمي، امسك اخوك مثلا الصغير كده يعني، فاهمني؟ خد يلا، انت عارف ستوري يعني ايه؟ عارف ستوري يعني هقول لك يعني ايه، تمام؟ هو طبعا هو هيزهق منك كده كده لو تكرر الموضوع، بس انت قول له ستوري يعني قصه، يعني ممكن اسرد قصتك دلوقتي، يعني فاهم؟ حاول تعمل اي شيء يخليك تفتكر الجمله دي. خلاص، فده تمام. طيب الكلمات اللي احنا جمعناها في الكشكول دي هنرجع لها امتى؟ كل جمعه وقت فاضي انت فيه ارجع راجع الكلمات دي. خلاص، مره في الثانيه والله اقسم بالله لا تبقى مستواك ملوش حل في الانجليزي. انت متخيل يعني ايه لو انت حفظت مثلا يوم كلمه على مده، يعني لحد نهايه السنه، كلمه جديده زياده على الكلمات بتاعتك؟ انت عارف انت فاضل كام شهر؟ فاضل تقريبا 5 شهور. 5 في 30 150، يعني 5 في 30 150 كلمه. ده بقول لك كلمه واحده، انا بقول لك كلمه واحده، انا 150 كلمه. متخيل انت مجمع 150 كلمه؟ 150 كلمه دول لو عرفت تطلع منهم ممكن تقدر تفهم بهم اصلا سياق جمل. معايا؟ انت لو فهمت الكلمه دي فانت عرفت سياق الجمله. فيك اصلا في كلام، في جمل انت بتعرفها من السياق كلمه واحده بس. فدي مشكله الكلمات. انا والله حاولت بقدر الامكان اجمع لك كل شيء انت تقدر تعمله فيها. الماده اللي انت ضعيف فيها ابذل مجهود فيها. الف ب، ما ينفعش انت تبقى مثلا ايه، انا عايز اذاكرها في يوم واخلص. مفيش حاجه اسمها كده، بيكذب عليك اللي يقول لك مثلا انت هتذاكر بسرعه بطريقه كذا ونام كذا واعمل كذا. انت مش هتعمل كده. عرفت تعمل كده، عرفت تنام صح
وتلعب رياضه وتاكل اكل صحي، انت اصلا مش هتخش الفيديو ده تشوف اللي انا بقوله لك ده خالص. لقيت نفسك بتعمل كده مش هيبقى عندك مشكله اصلا. طيب، ولازم تتقبل فكره ان انت شخص عادي، يعني انت بتحفظ بوقت، حاجه بتاخد وقت في الحفظ، اسمه حفظ، تمام؟ حاجه بتاخد مجهود، وانت في ثانويه عامه جاي تعمل ايه؟ جاي تجتهد، ماشي؟ مفيش حاجه اسمها هتعب دلوقتي عشان ارتاح ليالي الامتحان، لا، هو السنه كلها لوكشه على بعضها كده، فيها تعب. احنا بنتعب وخلاص وربنا هيكرمنا في الاخر. طيب انا اللي كنت بعمله دوت ساعدني ان انا اخش امتحان ثانويه عامه مرتاح جدا. كان مثلا بيجي لي باراجراف، كنت بطلع كلمات من الباراجراف. طلع الباراجراف ده تقدر تطلع منه كلمات كتير جدا، لانه اصلا كده انت اصلا مش فاهم فيه حاجه. هو بيجي لك الباراجراف ده انت مش فاهم فيه حاجه. نفترض ان احنا دلوقتي مشينا على الطريقه دي وعرفنا كلمات كتير، خلاص بقى في حصيله لغويه كبيره جدا. رقم 2، دلوقتي انا عايز احل بقى السكيلز بقى، انا عايز سكيلز، فاهمني؟ اللي هو مثلا الدايلوج مثلا، او الباراجراف، او انت هتحل باراجرافات كتير جدا، يعني مثلا وليكن هتحل كل يوم باراجراف او يوم ويوم باراجراف. طب هتحله ازاي؟ ما ينفعش تحل حاجه مش محلوله. الف ب، ما ينفعش تحل حاجه في ثانويه عامه مش ملهاش حل. كتاب واحد والله كافي في اي ماده عشان تبقى فاهم. بس يعني مش تروحش تجيب لي كتاب جيم وكتاب المعاصر وكتاب كذا، لا، انت لو قدرت تزود معاك وقت زود، مالكش ما عنديش مشكله، بس قدرت تكفي، ما تضحكش على نفسك. انا بالنسبه لي كان كتاب واحد في ثانويه عامه، كتاب جيم، كافي جدا، وطلعت منه ده كتاب فيه كميه كلمات رهيبه. انا لو عرفت كل الكلمات دي خلاص انا بقيت احسن من المستر. فانت هتروح تحل باراجرافات كتير قوي، ماشي؟ اكيد تقريبا بيجي مع كتاب جيم كتاب صغير كده تقريبا فيه سكيلز، تبع السكيلز تقريبا، ممكن ده تحل فيه. هتحل فيه كل يوم قطعه مثلا، بس القطعه دي تبقى انت عارف اجابات كتاب جيم فين. تقريبا لو دورت على التليجرام، او انا ممكن انزلها لكم في جروب الواتس، اجابات كتاب جيم يعني مثلا بتاع السنه دي. انا كنت طبعا بجيب اجابات كتاب جيم واحل، لازم احل حاجه ليها اجابه، ما ينفعش احل حاجه ملهاش اجابه، عشان ما تضيعش وقتك، تمام؟ وقتك مهم. نفترض دلوقتي انا ما عرفتش احل، تخش على اليوتيوب تسمع اي حد بيحل قطعه. طيب اسمع مين اصلا اسمع مين في الانجليزي اصلا؟ مين احسن مستر في الانجليزي؟ انا بصراحه يعني في سنتي كنت بسمع انجليشاوي كان في بداياته، اللي هو كان تقريبا من 5 سنين الكلام دوت. فكان يعني لسه اللي هو بص، كنت بسمع الحل، انا كنت بسمع الحل بتاعه، كان بصراحه بيفيدني جدا 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 جدا. تسمع مثلا حل القطع، خش هتلاقي نفسك كل ما انت تسمع وتشوف طريقه المستر وهو بيحل هتستفاد. هو بص، الانجليزي ده عامل زي العضله، يعني انت لو فضلت تمرن على العضله دي كتير هتلاقيها بتكبر، ماشي؟ هو نفس الكلام مع مع الانجليزي ده. فدي حل مشكله مين؟ السكيلز، باراجراف بقى بدايلوج، مثلا ترجمه كده انت معاك التليفون مثلا، معاك جوجل ترانسليشن، هتترجم، هتعرف المعلومه، خلاص انتهت، تمام؟ بس وبتجمع كل مره، كل ما تحل ترجمات كتير كل ما انت تعرف، كل ما بقى عندك اسلوب في التحضير يعني السؤال يعني، تمام؟ طيب رقم 2، انا دلوقتي ما بعرفش اصلا اكون جمله في الانجليزي، يعني ما بعرفش اكون جمله. طيب اكون جمله ازاي؟ اعرف ازاي؟ صلوا على النبي. انا طبعا برضو كان عندي نفس المشكله دي، انا مش فاهم اصلا الجمله بتاعت الانجليزي دي بتتكون ازاي. المستر بيكون جمله في ثانيه كده، بيكونها يعني في ثواني. طيب اولا كده تروح هتفتح قناه احمد ابو زيد، تمام؟ انا طبعا كنت بسمع فيديوهات احمد ابو زيد اللي هي تقريبا من 10 سنين الكلام ده، بس هو الانجليزي له اساس ومش هيتغير. طبعا هي دي مشكله اساسيات، ان انت تعرف تكون جمله. تقريبا الجمله بتاعت الانجليزي بتتكون تقريبا من 3 حاجات، اللي هو فاعل وفعل وتقريبا مش عارف فيرب وحاجات من دي، تمام؟ فانت بقى هتعرف الستايل بتاع الجمله الانجليزيه من الفيديوهات دي، وهتروح بقى تجرب، يعني مش هتجرب بايديك. صلى على النبي. انت مثلا بتقرا مثلا وليكن باراجراف، انت مثلا عرفت الجمله الانجليزيه بتتكون من اللهم صل على سيدنا محمد، بتتكون من فاعل وفعل وفيرب وهكذا. طبعا هي ما خلاص هي لها تكوين ثابت. فانت بص في الباراجراف، هتبص على كل جمله، شوف اتكونت ازاي. ده فعل، ده فاعل، ده فعل، ده فيرب، ده فاعل، ده فعل، ده فهمت، ده فاعل، ده مثلا ده مش عارف بصراحه، مش فاكر، بس المهم يعني هتبص كده بالطريقه دي. انا كنت ببص بالطريقه دي، طبعا انا ناسي الكلام ده. فبص هتبص فاعل، وهنا حط مثلا اي ان جي، هنا مثلا حط مثلا التصريف الثالث ليه كذا. فيفضل تبص على جمل الباراجراف بس. ده هيحل لك مشكله ايه؟ ده هيحل لك مشكله ان انت مثلا مش عارف تكون جمله، فانت مره في الثانيه هتشوف جمل كتير وتقول الجمله دي صح، الجمله دي صح، الجمله دي صح، عشان تكونها من كذا، من كذا. مره في الثانيه هتبقى انت بتترجم، تعرف تكمل الجمله مثلا في الاختيارات. طيب رقم 4، مش عارف رقم كام، الجرامر تقريبا معظم الاسئله اللي بتيجي فيه الجرامر. لو انت مش مدرك ان الجرامر ده لازم يتحفظ، يبقى انت كده ما بتذاكرش جرامر. بس بصراحه يعني
الجرامر ده بيتحفظ ويتفهم اولا، ثم تحفظ القاعده نفسها، انت تحفظها صم. تمام. ولو حفظت القاعده صم بس قبلها انت عامل الخطوات اللي انا قلت لك عليها، اللي انت تعرف الجمله اصلا بتتكون ازاي، هتعرف تحل الجرامر. ولو فهمت اصلا الجمله بان انت معاك حصيله لغويه كتير، طبعا الموضوع ده هياخد صعوبه شويه، بس هتمشي فتره شهر، افضل جرب اللي انا بقولك عليه ده شهر، تلاقي نفسك مستواك اتطور، والله العظيم هتلاقي مستواك اتطور جدا. هتحفظ القاعده هتطبق عليها، وطبعا الاسئله لازم تتحل، اللي انت بتحلها تحلها باجابه. طبعا انا مثلا مش حفظت القاعده كويس جدا، روح شوف انجليشاوي وهو بيحل على القاعده دي، والله العظيم هيفيدك جدا، هيفيدك جدا جدا والله. تمام. وتحفظ القاعده اللي هي الشواذ، يعني في حاجات كده بتبقى اللي هي الحاجات اللي هو طبعا القاعده، يعني تقريبا اسئله ثانويه عامه بقت تيجي في اللي هي الايه الشواذ، اخر حته في مثلا في القاعده وكده. كتاب جيم كان احسن كتاب بيشرح لي القاعده بصراحه، كنت بحفظ منه القاعده وكنت بطبق عليها. دي مشكله الجرامر، ان انت لازم تحفظه كويس جدا. وهتحفظه ازاي؟ انا بحفظته ونسيته. طب ما يا ابني انت حفظته في قد ايه؟ حفظته في ساعه؟ في حد يحفظ جرامر في ساعه؟ ساعتين 3 4 زود، المهم ان انت تحفظ وتتقن. يعني عايزك تحفظه زي القران كده، عايزك تحفظه زي القران. انت جاي ثانويه عامه عشان تتعب وتبذل مجهود، ولو بذلت مجهود ربنا هيكافئك، ربنا هيكافئك وهيعوضك خير والله. يعني انا تقريبا عديت في الجامعه تقريبا 3 سنين او 4 سنين وما زلت فاكر الفيزياء بتاعت ثانويه عامه اللي انا كنت بتفرج عليها. تمام. وكمان برضو لو في فيديو الفيزياء اللي انا نزلته لكم من يومين، والله بجد هيفيدك جدا. تمام. وفيديو الكيمياء خلاص اللي انا كنت منزله لكم، والله العظيم الفيديوهات دي هتفرق معاك خالص. ماشي. فده حل مشكله الانجليزي. تمام. فاحنا طبعا عشان حلنا مشكله الكلمات والجرامر وقلنا طيب والسكيلز. تمام. القصه تعمل فيها ايه؟ اولا كده القصه لازم تكون بتحضر مع المستر بصراحه، يعني دي اللي فرق معايا، انت تحضر مع المستر وتفهم القصه بتاعتي، يعني تتكلم عموما عن ايه. وفي فايل ترجمه بالعربي انت لازم تقراه، يعني انت لازم تقرا القصه بالعربي. هبعت لكم برضه على جروب الواتس اللي هو القصه كلها بالعربي، فانت هتقرا القصه بالعربي هتفهم احداثها وهتتشرب جوه عقلك. خلاص. انت تعمل القصه دي بص، مش لازم تحفظ كل حاجه فيها، يعني مش لازم تحفظها اصل هتحفظها ازاي؟ بس اللي انا كنت بعمله ان انا كنت بحفظ، كان تقريبا كتاب جيم حاطط سؤال واجابه سؤال واجابه سؤال واجابه. كان في كتاب يعني كان تقريبا معاصر كان كاتب السؤال واجابته بالعربي، يعني بص في ترجمه عشان افهم بسرعه، فده كان بيفرق معايا. ان انا احفظ السؤال بالانجليزي واجابته بالانجليزي دي كان صعبه شويه، فانا بعته لكم برده على الجروب اللي هو بتاع القصه ده. وبس انت بتفهم الاحداث عموما، وتيجي نهايه السنه تلاقي جالك سؤالين ولا حاجه. برضه طبعا انت لازم تكون بتحل الاسئله اللي جت في امتحانات ثانويه عامه السنه اللي فاتت، يعني او السنوات السابقه، عشان تبقى برضه فاهم هو بيفكر في ايه. دي مشكله القصه، انت لازم تبقى تعرف الاحداث كويس جدا كويس جدا. لازم تسمع لا وما تسمعش مثلا اللي هو فيديو القصه، لا مفيش حاجه اسمها كده. لا انت القصه دي لازم تمشي معاها بروتين، اللي هو يوم السبت مثلا خدنا درس معين في القصه، انا ذاكرت الاسئله بتاعته. يوم الثلاث مثلا نفس الكلام، لازم على فترات متباعده، مفيش نجيب يوم ويلا نسمع القصه كلها، مش حاجه اسمها كده. قلت لك اهو لازم تاخد وقت وذاكرها. قلت لك لما تذاكرها اسمع بالعربي، شوف احداث القصه بالعربي عشان تفهم الموضوع يعني بسهوله، يعني عشان تبقى فاهم. وبرضه انت برضه لما يكون عندك حصيله لغويه تقدر تعبر وانت بتجاوب اسئله ايه؟ اسئله القصه. بس ده تقريبا معظم المشاكل اللي بتواجهكم، يعني ان شاء الله ما كنتش نسيت حاجه، بس دي كل الحاجات اللي انتوا بعتوها لي. ولو انتوا عايزين حاجات تانية تقولوا لي في قلب الايه الكومنتات. تمام. ومهم جدا تسمع فيديو الكيمياء اللي انا نزلته لك وفيديو الفيزياء. وبس. وبالتوفيق يا شباب، ومع الف سلامه.